مساء الخير ورزق الطير، مساء النور والنوير. اليوم بسوي معكم دجاج محشي بالبرغل. يا سلام، يا هو لذيذ وشي يواجهه حلو، وتحسون انه صعب، هو ما في اسهل منه. بس بالبداية خليكم معي بالفيديو. اول شيء قبل كل شيء ننظف الدجاج. انا دائما تسألوني وش طريقة النقع وش طريقة التنظيف. انا انقع بطحين وملح فقط لا غير. يشيل الزفر كله. اهم شيء انه نشيل طرف الجناح واشيل الاشحمة هذه اللي انا قصيتها. هذه هي اهم شيء بالدجاج، هي اللي تزفر بالدجاج. والباقي كله نغسله من داخل، طبعا اذا كان كذا كامل غسل من داخل، واشيل الزوايد كلها الله يكرمكم الدم الجامد وكل شيء كل شيء زايد فيه. طبعا الدجاج مرة حلو، انا اخذ دجاج مبرد طبعا. نظيف وحلو، يعني ما يحتاج شغل كثير. نفرك ملح ودقيق واخليه منقوع فيه. طبعا هنا بنقع، بحط طحين، احط طحين واحط ملح. خلاص اجيب الدجاج بعد ما غسلته من جوا، شوف النظيف الجنة من جوا ومن برا. نقع فيه. طبعا هنا بسوي حشوة الدجاج. اول شيء حمي الزيت، انزل عليها بصلة. طبعا انا اليوم بسوي حشوة برغل، بحشي برغل. فالحشوة اللي انتم تبغونها، يعني خضار، تبغون تحشون مكرونة اللي انتم حابين، تبغون تحشون فريكة. طبعا احط عليها ملح عشان يزبط. حمسة عادية، حمسة برغل عادية. طبعا احط فصين ثوم، احط فلفل حار، فلفل بارد. هذه كل الاشياء ادخلها مع بعض. بدأت البصلة تصفر، ابدا احط عليها، خليها لما شوي تبدا تشقق. طبعا ملح، فلفل اسود، واي اي شيء من برغل من بقوليات، يعني ضروري الكمون وبهار مشكل. طبعا انا من كل شيء شوي، لان اصلا كميتي شوي، يعني كوبين برغل تقريبا او كوب ونص، يعني مو كثير. هنا نزلت البرغل، حطيت عليه حبة طماط صغيرة مقطعة ناعم، افلفل عليه. الحين عاد بحصب عليه مي واضبط ملحه واخليه بس ينشف، يعني خلاص اصب عليه مي. طبعا اخليه ثلث ارباع سوا، يعني مستوي الا تكه، عشان لما اكمل سواه مع الدجاج يصير معنا ترك ودايب من احسن ما يكون. طبعا هنا حط الدجاج بعد ما غسلته ونظفته وبحشيها. بدي احشيه. طبعا شلون احشي؟ هذه الحشوه اللي انا سويتها باخذ على جنب واحشي، عشان لو بقى منها شوي ما ينحاس بالدجاج. طبعا راح انظفه من برا كله. هذه اول وحده، اول دجاج. طبعا هنا سويناها، ربطت من هنا قصدير، حطيت الجنحة عود اسنان عشان تظل شكلها مرتب. طبعا الحين احط مويه اخليها تصير شوي دافيه، احط عليها خضره وبوريكم، واحط عليها شوي ملح ومكعب ماجي، تطلع مرقه سلام مخبيه الرز. جزر وبطاط وبصل وفلفل ثوم، فلفل وبطاطا كلها. انا ابغاه ينكه لي المرق عشان اقدر اطبخ فيه. احط عليه شوي فلفل اسود بس ومكعب ماجي، ما اكثر بهارات. الماجي يكفي، واصلا طعم الدجاج بيطلع حلو الخضره. الحين عاد راح ننزل الدجاج. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا في شوي من البرود عادي، احنا بنصفيه غدا. ما شاء الله لا قوه الا بالله. امنت بالله. خلاص خليها تطبخ راحتها. هنا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الدجاج استوى. انا ما ابغى ينفسخ الجلد، ابغى الجلد يبقى كامل عشان يطلع منظر حلو. طبعا حمرة. بسم الله. هذه من سفحة. ما شاء الله تبارك الرحمن. لا قوة الا بالله.
تقريبا ساعة. الحين نصفى المرق عشان نسوي فيها طبعا هنا حطيت كاتشب شوية وخلى البلسمك وصويا صوص وشوي زيت زيتون. هذه اسوي فيها دجاج طبعا، واخليه جنبي كل شوية اجهد هنا عشان يتحمر يصير طعمه يجنن ولونه حلو يعني. بعد نحاول اني هنا كاملة. اول شيء عشان ما تبين ناشفة، شيء ثاني يعطيها لون وطعم، خاصة عاد ملعقة عسل طبعا معه. ببعدهم شوي عن بعض عشان شكل من جوانب. هنا عاد نسوي رز، نسوي رز بشعرية. حطيت زيت وبحط شعرية حمسها لما تصير بنية عفن. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا بعد ما تحمرت الشعرية نزل الرز. طبعا الحين بسقي مرق الدجاج. بسم الله. طبعا يا بنات فيه قدر محشي ودجاجة محشية اللي تبيهم تتواصل على رقم الطلبات تجي تاخذهم، يعني هي الساعة 8:30 9 يكون جاهز. والله يجعل هاني وعافية علينا وعليكم وعلى اللي يطلبوا كلهم. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الدجاجة محشية من غير رز، يكون على اليقين، لأن هذول مطلوب رز سويت على القد. الله تبارك الرحمن. كلام كبير، كلام كبير ما شاء الله. طبعا اخذ من اللي تحت اسوي من فوق عشان يعطيه لمعة يعطيه لون. يا سلام، اصلا اللون يجنن ما يحتاج، بس بقلبها عشان تحمر كلها. ما شاء الله تبارك الرحمن، لا قوة الا بالله. الله نقص هذه. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا تبون تقصون تبون تخلونها شي يرجع لكم، انا بقصها اطلع من داخلها او اخليها ما ادري، شاور عمرك. يمكن بشيل القصدير واشيل ورق اذا اسنان. طبعا ما ابي افتحها، بطلع من الحشوه من هنا. طبعا الله يجعل هنا وعافية علينا وعليها. بحاول اني اضبطها عشان ما تنزل من فوق يروح القشره.